السلام عليكم، مرحبا. أنا ليلى فتوح. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض المشروب الرسمي للشتاء وهو حمص الشام أو الحلبسة. أنا معايا كوبايتين من الحمص، طبعا هنزله في بولة، وعايزة حضرتك تلاحظي ان الحمص بتاعي حجمه صغير لكن لونه مش غامق ومفوش اي عيوب في الشكل، يعني مفوش سواد ولا في اي حاجة. حباية صغيرة. هبتدي دلوقتي اغمره بالمية واغسله كويس، وبعد كده هغمره بالمية وهسيبه ليلة كاملة منقوع في المية، يعني من بالليل لتاني يوم الصبح. زي ما حضرتك شايفة الحباية بتاعتنا حجمها تضاعف، وعايزة حضرتك تشوف الفرق ما بين قبل وبعد النقع. طبعا الحباية اتفتحت معايا، ده بيساعدني ان انا بحصل على لون حلو لحباية حمص الشام، غير ان هي بتفتح معايا من الداخل وبتبقى سهلة في التسوية، ما بتقعدش وقت طويل على النار. هبتدي اتنازل عن المية الصفراء اللي نزلت من حمص الشام، وهغسله تاني وهصفيه وهحطه في الحلة بتاعتي. هبتدي اغمره بالمية لغاية ما اغطيه بالمية وهرفعه على النار. وطبعا هبتدي اعلي النار في البداية لغاية ما يبتدي يغلي ويظهر معايا الريم اللي حضرتك شايفاه. طبعا الريم ده هيسبب ان الشوربة بتاعتي مش هتبقى صافية ومش هيبقى شكلها جميل ومش هتبقى رايقة وصافية يعني. فانا لازم كل مع الغليان ومع التسوية ان انا كل شوية اقشط الريم اللي بيظهر على السطح. وطبعا دي اول مرة اقشط منها الريم، وزي ما حضرتك شايفة شكل الريم زي الغيمة، يعني عامل زي السحابة. دي للمرة التانية هبتدي برضو اقشط الريم. انا قشطت الريم يعني طلع لي الريم لمرتين لغاية لما بقت المية بتاعتي صافية. هنبتدي نشوف مكونات الطبق. انا معايا طماطمتين حجم متوسط، ومعايا بصلة، ومعايا مكعب مرقة، ومعايا كمان 5 فصوص من الثوم. هو ده البيس الاساسي للطعم الاساسي للطبق بتاعنا. هبتدي اقطع الطماطم قطع صغيرة، يعني انا مش بعمل فيها اي فن، انا هقطعها قطع صغيرة عشان تبقى سهلة ان انا افرمها بالهاند بلندر. زي ما حضرتك شايفة كل الخضار اللي معايا انا هعمل فيه نفس الطريقة. هبتدي انزلها في الهاند بلندر عشان افرمها، وهعمل برضو نفس الطريقة ونفس التكنيك مع البصلة ومع فصوص الثوم. لكن في البداية هبتدي أفرم الطماطم الأول، وبعد كده هفرم البصل والثوم مع بعض زي ما حضرتك شايفة، يعني فرم بحيث ان انا اتحصل على عصير طماطم، وان انا تبقى مفرومة قوي وما يطلعليش منها يعني حبات من الطماطم، لا يا دوبك بس ان اللي يفضل معايا في النهاية هو القشرة بتاعت الطماطم. طبعا انا بصفيها عشان تبقى الشوربة بتاعتي رايقة، وما افضلش ان انا اشيل في بصل او اشيل في طماطم قطع. ممكن ان انا احط البصلة اقطعها 4 والطماطم 4 واسلقه بالشكل ده، لكن في النهاية انا هبتدي ان انا هقعد انشل الطماطم والبصل عشان اقدم الشوربة بتاعتي تكون صافية وجميلة. زي ما حضرتك شايفة هنصفي البصل والثوم اللي احنا عملناه فوق الطماطم اللي احنا صفناها. وطبعا الطريقة دي طريقة المثالية لعمل الحمص، لان طبعا الحمص احنا بنشربه على النيل على الكورنيش، وطبعا ده شغل تجاري، ما بيستخدمش بصل وما بيستخدمش مكعب وما بيستخدمش ثوم، بيستخدم الحاجات كلها بهارات وبس، يعني بصل بودر ثوم بودر كده. انا دلوقتي ضفت معلقة من الكمون الصغيرة، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من الليمون. ده التيست الاساسي اللي انا هضيفه للطماطم وعصارة البصل بتاعتي. هبتدي انزل، طبعا الحمص بتاعي استوى 50%، هبتدي انزل الخليط بتاعي عشان ياخد ويدي مع الخليط، وهنزل كمان بالمرقة. طبعا هفتفتها شوية عشان يسهل ان هي تندمج مع الخليط بتاعي مع الشوربة، ودي بتدي تيست عالي. وهبتدي ازود شوية ملح، وطبعا الملح حسب الرغبة، انا لقيت ان هو محتاج شوية ملح. طبعا
طبعا هسيبه يغلي شوية لغاية ما اختبر النضج. في الأثناء دي هاخد شوية من يعني كوباية كده كبيرة من العصارة بتاعة حمص الشام، دي اللي أنا هعمل بيها الدقة الخارجية. طبعا الحمص بتاعنا مش محتاج اي دقة خارجية لان هو متنكه طبيعي. هنبتدي دلوقتي نختبر نضج الحمص ونشوف الحباية بتاعتنا بقت ناعمة وبقت زي المرهم. هي محتاجة كمان 10 دقايق اسيبها على النار عشان تكمل النضج. هشيله دلوقتي من على النار بعد نضجه وهبتدي اعمل المرقة. معايا 2 بولة، هحط فيه 1 معلقة من الشطة يعني الفلفل الحار ومعلقة كمان من البابريكا، دي معالق صغيرة، معالق الشاي العادية. وهبتدي في بولة تانية احط معلقة من الكمون وهقلب البابريكا مع الشطة وهضيف لهم نص كمية كوباية الشوربة بتاعتي، وعلى الكمون نفس الحكاية علشان اعمل دقة بالشطة واعمل دقة بالكمون للي حابب ان هو يزود الطعم او ان هو يخليه طعم سبايسي. هبتدي ازود معلقة او معلقتين من الليمون على كل طبق، وهبتدي ازوده كمان بشوية مية هخفف المحلول لانه هو حاد قوي. وهبتدي اقلب كل المكونات كده بالظبط. الدقة بتاعتنا بقت جاهزة للاستخدام. هبتدي بقى اخلي شكلها اجمل شوية ان انا يعني هحطها واعبيها في برطمانات صغيرة لحين الاستخدام عشان لما اجي اقدمه يبقى شكل التقديم بتاعي حلو. هبتدي اعبيهم في البرطمانات وهغطيها. تقدري تحتفظي بالدقة دي في التلاجة لمدة 3 ايام يعني مفيش اي مشاكل. وكمان نفس الحكاية حمص الشام تقدري تحتفظي بيه في التلاجة بعد العمل. كده الدقة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة. نبتدي بقى نحط حمص الشام في الكاسات بتاعتنا. تقدري ان انتي تحطي حمص الشام في كوبايات يعني في اي شكل انتي بيعجبك. انا حطيته في كاسات بحيث ان هو يبقى شكله لطيف. وهبتدي ازينه دلوقتي بشرايح من الليمون، طبعا دي للديكور، وكمان ان انتي لو حبيتي تزودي طعم الليمون وتعصري من غير دقة يعني. زي ما حضرتك شايفة الكاسات بتاعتنا بسيطة جدا، مشروب رائع طبعا واخد حقه في التصنيع، ما هو الشغل تجاري، مش حاطين بس بهارات، لا احنا حاطين الطعم الاصلي للبصل وحاطين الطعم الاصلي للطماطم وللثوم، ما استخدمناش بهارات عادية. إذا كان النهاردة الطبق بتاعنا عجبكم فياريت ما تنسونيش من صالح أعمالكم في الدعاء ليا والأم الغالية بالرحمة والمغفرة.